يا رجال عدنان مثل مسلسل كامل وهو لابس سروال ما تدري وش هو. في أشياء زمان كانت تعتبر معجزات ويمكن إلى يومنا ذا، زي بناء الأهرامات، اكتشاف الجاذبية، اختراع اللمبات وغيرها كثير. بس اليوم أصعب سؤال ممكن يواجه الإنسان الحديث: ليش شنطة جلد سعرها 38,000 دولار؟ ما فيها ذهب، ما فيها ألماس، ما فيها تكنولوجيا نانو، بس فيها شعار. يعني مو بنتي اللي تلبسين الشنطة، لا، هي اللي تلبسك. قبل فترة الصين كبت العشاء، كشفت تكلفة تصنيع المنتجات الفاخرة. ساعة ب$900 تكلفتها الحقيقية 23 دولار ونص. شنطة ب38,000 دولار تكلفتها الحقيقية ما تعدى 1000 دولار. المضحك كل اللي شروا ما زالوا مصرين انهم فاهمين بالستايل. يا رجال عدنان مثل مسلسل كامل وهو لابس سروال ما تدري وش هو، بس عنده ثقة ما له مثيل. أنت لابس تكميلة ب5,000 وتعرق إذا ما كان الشعار باين. وبعدين شفنا اللي يشتري سيارة فخمة عشان الفخامة والأمان، وإذا سألته شلون السيارة؟ قال واو، تعشيقها ناعم جدا، تحسها تهمس لك وانت تمشي. يا رجال لا تهمس لي، شغل مكيف يرحم أمك. لحظة توني ما خلصت. تعال شوف عالم العطور. اليوم صار عندنا عطر إذا شريته تلقى معاه قصة حياة. تلقى اسمه صرخة الغزال وقت الشروق، وتحت اسمه مكتوب بإيحاء رجل فقد نفسه في مقهى باريس، وانت تحطه وتشم نفسك تطلع ريحة الفكس اللي حطوه لك يوم كنت بزر. عطر قيمته 3000 ريال. عطر قيمته 3000 ريال ليه؟ لا، يقول لك ترى فيه نوتات قلبية من خشب نادر ما ينبت إلا بين شهري نوفمبر وديسمبر في شجرة يتيمة، وإذا شميته ريحة هيل ومرق كأنك طباخ في مطعم مندي في حي الفواز. ومو بس العطر، شوف المطاعم. تدخل مطعم يقول لك وجبتنا مستوحاة من المطبخ النيبالي الجبلي، تطلبها يجيك خبز داخله حبة كوسة ومحطوط فوقها وردة والسعر 950 ريال، ونطالع تقول تجربة استثنائية، تجربة هطفية سبكية يا حبيبي. عبسي كان ياكل ضفادع ترى عشان في منتجين ما عطوه من سنتين فلوسه، هو يطلبهم 500. اي والله 500 من سنتين. طلعت على الموضوع. المهم السؤال اللي ما حد يبي يجاوبه: ليه يوم تمدح منتج غالي لازم تمدحه بصوت واطي مرة فخم، تحس انك ملك؟ يا رجال لو تحس انك ملك ما قلتها كذا كأنك تنكد في عزا. ايش فيني قمت اهمس انا؟ تدري ايش اللي يعور؟ ان اغلب الناس يدرون انها خدعة لكنهم يشتركون فيها عشان ما يحسون بالنقص. وهنا يا صديقي ندخل في أخطر أنواع التصنع، اللي مو بس يخليك تصرف فلوسك، لا، يخليك تفلس وتتسلف بعد. شوف عبسي ما كان عنده ولا ريال، بس ما كان يضحك على نفسه، ما قال عن الضفدع تارت بروتيني عضوي، ما قال ذا الكلام، هو فاهم وش قاعد يسوي. والناس يدفعون آلاف، وبعدين يجيك يقول لك أنا ماني بمادي، أنا بس أحب الرفاهية. لا حبيبي، أنت ماخذ قرض عشان تشم ريحة مخدة. شيكم؟ لا والله ما أخذت قرض، والله ما أخذت شيء، والله